للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. قرآن نص صريح محكم، تأتي برواية من البخاري المجهول غير الموثق، المطعون بوثاقته، سارق الكتب، مدعي الخرافات والأكاذيب. وبينه وبين النبي ما يقارب 200 عام، وعند تأليف الكتاب أكثر من 200 عام من وفاة النبي سلام الله عليه. وبينه وبين النبي طبقات من الرواة، من المدلسة، من الكذبة، من الأبالسة، من الشياطين. وسبقته الدولة الأموية التي قمعت السنة، منعت السنة، ختمت الصحابة، غيرت التشريع، غيرت الدين وأحكام الدين. وقبله حرقت آلاف النسخ والقراءات القرآنية، ومحي التفسير. أين تفسير النبي؟ لا يوجد. أين تفسير النبي؟ أين تفسير النبي؟ لا يوجد. وبعد هذا قرآن عندنا نص صريح واضح، نصوص صريحة كثيرة، نص قطعي الصدور، وهنا قطعي المعنى، قطعي الدلالة. هذه النصوص القرآنية قطعية الصدور وقطعية الدلالة. تأتي رواية من البخاري الكاذب بعد أكثر من 200 عام عن النبي سلام الله عليه وعن نزول القرآن، تحكم الرواية على القرآن، تخصص هذه بهذه، تحكم الرواية على القرآن، تقدم الرواية على القرآن. هل يوجد عاقل يقول بهذا؟ هل يوجد حمار كما وصفه ابن عمر يقول بهذا؟ هل يوجد خنزير يقول بهذا القول؟ يقدم الروايات على القرآن، يقدم أقوال البخاري الخرافي على القرآن، يقدم السنة المدلسة الظنية الموهومة على القرآن. هل يوجد عاقل يقول بهذا؟